دكتور، لفتني من ساعة ما بدأنا نتعرف على بعض إن في حاجة جديدة ممكن تبقى مش جديدة وهي قديمة لكن مش متعارف عليها. يعني ثقافة المجتمع ما يعرفش يعني إيه جراحات وجه، وهل جراحات الوجه بتختلف عن جراحات الفكين؟ هو فعلا جراحات الوجه والفك والتجميل الناس كتيرة مش عارفاها، والمريض بيقعد يبقى تايه مش عارف يروح لأنهي تخصص أو يروح لمين لما بيبقى عنده مشكلة خاصة بالموضوع ده. هي ببساطة جراحات الوجه والفك والتجميل هي الجراحات اللي بتشمل كسور الوجه والفكين. لو لا قدر الله حد عامل حادثة عنده كسور في الوجه والفكين، حد وقع اتخبط، عنده كسر في الفك السفلي، عنده كسر في الفك العلوي. تشمل جراحات أورام الوجه والفكين من أورام حميدة أو أورام خبيثة بما فيها الرقبة. بتشمل جراحات تقويم الوجه والفكين بالنسبة للناس اللي تبقى الفك السفلي متقدم عن الفك العلوي أو الفك العلوي متقدم بزيادة عن الفك السفلي وغير قابل للعلاج عن طريق التقويم، فاحنا بنقوم باستعدال الفكين. بتشمل مشاكل مفصل الفك واضطرابات مفصل الفك، سواء الآلام المصاحبة لمفصل الفك أو الخلع المتكرر لمفصل الفك. بتشمل الجراحات التجميلية اللي بتخص منطقة الوجه زي شد الجفون وشد الوجه وتجميل الأنف، اللي هي الجراحات التجميلية التانية، لكن اللي حضرتك قلته الخاصة بالوجه.